موسم السنة دي بالنسبة لنا الأهداف مختلفة تماما عن السنة اللي فاتت. يمكن السنة اللي فاتت كانت أول انطلاقة لينا على مستوى القطاع، وبالتالي احنا كنا بنبني قاعدة. السنة دي المعايير بالنسبة لنا في الاختيارات بقت مختلفة برضو نوعا ما، لأن الليفل والمستوى اللي احنا داخلين عليه هيبقى مختلف تماما عن الليفل بتاع السنه اللي فاتت. يمكن السنه اللي فاتت كنا بنلعب في دوري المناطق، كان ممكن نوعا ما، رغم ان في انديه متمرسه وبقالها سنين كتير موجوده، لكن الحمد لله كان عندنا تفوق رهيب، وكان تفوق استثنائي بالنسبه لنا ان في الفتره دي وفي المده دي تقدر ان انت تحقق النجاحات دي وتوصل للنتائج المميزه في كل الفئات عمريه، بدايه من البراعم لحد قطاع الناشئين. ونجحنا ان احنا نصعد بثلاث فرق لدوري القطاعات السنه دي المنطقه الكبرى، فدي هتخلينا نلعب في ليفل اعلى، فمعايير الاختيارات هتختلف شويه عن السنه اللي فاتت يعني. والفرصه السنه دي احسن كمان، لان احنا زودنا عدد الفروع. بدا بعد ما كان عندنا 10 فروع السنه اللي فاتت، السنه دي عندنا 14 فرع على مستوى الجمهوريه، فبنحاول ان احنا نغطي الانحاء كلها بتاعت مصر، بحيث ان احنا ندي فرصه لكل المواهب ونروح للناس لحد عندها يعني.